في إطار احتفالات المكتبة بعيد ميلادها السنوي، فكرنا إن احنا ندعو كل أعضاء المكتبة كتاب وبقاله فترة وما جابهوش وتأخر على إنه يجيبه. بنقول له لا، تعالى وهات الكتاب، ما تقلقش من أي تأخيرات. احنا اللي يهمنا إن الكتاب يرجع في مكانه وغيرك يستفيد بيه. نزود الأعراض بتاعة الكتاب ونزود المعرفة ودوران الكتاب في المكتبة. فقلنا لا، بندعو كل اعضاء المكتبه اللي عنده كتب هاتها عشان غيرك يستفيد بيها ويقراها، وانت مش هتتكلف اي حاجه. وحتى الرسوم اللي مطلوبه احنا واخدين يعني مبادره كده في ال10 ايام دول من 20 ابريل ل 30 ابريل، ان احنا بنعفيك من اي رسوم في حين ان انت ترجع الكتاب وغيرك يستفيد بيه. طبيعي يا فندم، المفروض اللي بيستعير كتاب بيرجعه. في الطبيعي المفروض ان الاعاره لمده 15 يوم وبتجدد في ال 15 يوم كمان. يعني اقصى حاجه ان المستفيد يقعد معاه الكتاب شهر ويرجعه. في ناس طبعا بتكسل ترجع الكتاب، بيلاقي ان لا، طب لما هروح شكلي وحش، محرج ان انا ارجعه بعد فتره طويله، في ممكن يقعد سنه. فبنقول له لا، ما تقلقش، تعالى وهات الكتاب عشان غيرك يستفيد بيه. واحنا يهمنا في المقام الاول ان الكتاب يرجع والناس تستفيد بيه. مكتبة مصر العامة عاملة تقوية وتشجيع للقراءة في كافة المجالات وكمان في كافة الأوقات. كلمينا كده يا فندم على دور المكتبة، وخصوصا احنا في فترة كمان امتحانات داخلين عليها، فهيبقى سعادتكم يا فندم خلال هذه الفترة. والله احنا دايما بنحاول نساعد كل الفئات والأعمار المختلفة على ان هم يحصلوا التعليم بتاعهم، وبنوفر لهم الكتب في جميع المجالات الممكنة، وبنوفر طبعا دورات تدريبية تساعدهم يقدر ياخد ورشة العمل ويقرأ في الكتاب اللي هو محتاجه. احنا بنشجع قوي الأيام دي القراءة، وبنشجع الفئات المختلفة ان هم يجوا يستفيدوا من الكتب الجديدة، سواء الكتب الورقية او الإلكترونية، لان احنا داخلين في مشروعات مع منصات الكترونيه كبيره بتتيح كتب كتيره جدا يستفيد منها الباحثين والشباب والاطفال، وكمان كتب صوتيه للناس اللي بتحب تسمع الكتاب. فالمكتبه بتوفر كل جميع سبل القراءه، سواء الورقيه او الالكترونيه او السمعيه، عشان خاطر كل مستفيد يلاقي رغباته.